هناك لقاء مع وزير الداخلية اللبناني نهاد مشنوق، وأدلى هذا وزير الداخلية اللبناني يعني مطلع على كل العمليات اللي قاعد يقوم فيها حزب الشيطان. قال أن هناك خلايا تدربت في لبنان وراحت دول الخليج، وأن هناك 10,000 بدلة عسكرية لحزب الله موجودة في الكويت. شوفوا التقرير. بإحصاء بسيط للخلايا الإرهابية النائمة أو الفاعلة لسنة 2015 واللي بيدعمها وبيشغلها الحرس الثوري الإيراني، نجد ما يلي. بلبنان في 8 دول. نعم. كينيا، نيجيريا، قبرص، بلغاريا، السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات. هو اللي أنا حافظهم، اللي أنا بعرفه بالوقائع. طيب هول الشباب شو عم بيعملوا فيهم؟ لحظة بس، منين طلعوا؟ وين تدربوا؟ شو رايحين يعملوا؟ هذا سؤال في حدا يجاوب عليه؟ أنا بجاوبك. هي عم تحكي عن الحرس الثوري الإيراني مش لا 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 لا، بلبنان. خرجوا من لبنان وتدربوا في لبنان، كله خرج من لبنان، ونص 8 من 10 من الموقوفين لبنانيين. موقوفين وين؟ بالامارات وبالكويت وبالسعوديه وبكينيا وبنيجيريا وبكل محل. هو ليه ما اعلنتوا عنهم قبل؟ لانه مش شغلتنا نعلن عنهم، هيدي مسائل تعلن عنها الدول المعنيه فيها. واعترفوا انه هن تدربوا بلبنان او هن عناصر حزب الله؟ يا استاذ مرسيل، اعترفوا، كل الناس بتعرف، واللي بعتهم بيعرف، واللي استقبلهم بيعرف، واللي سجنهم بيعرف، واللي بدي اسال هل هذه سياسه لبنانيه؟ هل التوافق والحوار والنقاش والمحاوله تجنيب لبنان ويعني تجنيب الانزلاق الى فتنه مذهبيه او تجنيب الانزلاق الى كل ما يحدث في العالم العربي، هيدي اللي انا عرفت فيهم اللي منشورين، مش انه اسرار عم بحكي لك. نعم. بالكويت في 10,000 بدله لعسكري كويتي للجيش الكويتي. شو يعني؟ ومخازن من الاسلحه. اترك لك تفسير لك شو يعني؟ شو في ليكون في عندنا مخازن اسلحه بنيجيريا ومخازن اسلحه بكينيا ومخازن خير؟ شو كيف يعني هذا السياسي؟ لوين بتوصل؟ براويكم الطامة. لما تكلم وزير الداخلية اللبناني نهاد مشنوق عن وجود 10,000 بدلة عسكرية كويتية، نعم، لأنها موجودة من هذا المكان أكثر من 3 سنين، وأنا أعرض أن البدلات العسكرية موجودة في سوق الجمعة، وأن هناك محلات في الجليب، وهناك في أماكن تباع فيها البدلات العسكرية، لكن ما حد تحرك، كل اللي قاعد يروحون يندفع وتنشره. كان المفروض هناك قرار حاسم من المؤسسات العسكرية اعتبار البدلة العسكرية عهدة ولازم العسكري يسلمها، وممنوع أي محل يبيع بجهاز ولا أي خياط يخيط البدلات العسكرية، بل المؤسسة العسكرية تصرفها برقم. براويكم التقرير الجاي. وهذا